السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحه؟ كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. رمضان مبارك سعيد بالصحه والعافيه وبطول العمر وبلي تمنيتو ان شاء الله يا ربي. سمحوا لي غنصد الشرجم شويه على السطح وشوفوا لي التعليكه كيفاش دايره، وشوفوا لي الصفوف بلا زيت بلا زبده، كيجي معلك وكيجي غزال. صراحه كلشي مريض والكوليسترول والدينا عياو، نديروا شي حاجه اللي هي صحيه وزوينه وندوزو لطريقه ديال التحضير. هنا عندي الزنجلان من بعد ما نقيته والقامه كامله، من بعد ما نقيتها وقديتها وغسلت الزنجلان وكل شيء، غادي نبدا نحمر بشويه بشويه. هنايا غادي نحمر الجنجلان ان شاء الله. قال لي السيد اللي غادي ندي نطحن عنده، قال لي اللي حمرتيها رجعيها ديريها في بلاصتها، وهذاك الشيء اللي كندير باش غادي ندير ليه كلشي ان شاء الله. هو اللي غادي يطحن لنا داك الشيء وغادي يقادو. تسمحوا لي على التصوير شويه كان عيان، حيت في الزنقه راه كنحشم نبقى شاده هكا تليفون ونبقى نصور، والله الا سمحوا لي. المهم ما عليناش، غادي نحمرها ما تحرقوش غير بشويه بشويه، يعني غير بقيت تسمع ديك طرق بحال هكا، انا حيت الصوت. بالنسبه للكاوكاو البنات الطريقه ديالنا كنديروه في الفران. اللوز حتى هو مسحته ودرته في الفران، ما قليته ما حتى شي حاجه، يعني تقريبا كل شيء صحي. هنايا غادي انا والوالده معاونين. هنايا هي مسكينه كتفسخ هذا كاوكاو، القمه هي حاطه كامل حداها باش غادي نديوه للسيد. هنايا اسمحوا لي على هذا، صحاب لي تقدات في المونتاج مي ما تقداتش، معليش. انا جيت هنا عند السيد باش يطحن لي هادشي. هنا البنات راه دار الطحين، دار اللوز اللي محمر، داروا كل شيء، داروا كيخلطوا. انا اول مره غنشوف الطريقه هذه بحال هكا، دار كل شيء. تسمحوا لي على الصداع. كنوجدوا الفطور وكان مونطي، اسمحوا لي. صافي قلت لكم البنات، هنايا خلط الدري كل شيء، عاد غادي يبدا يطحن. شفتوا؟ عاد غادي يبدا يطحن. انا جاني داكشي في شكال الصراحه، اول مره غادي نشوف الطريقه بحال هكا. مولفه ما كنديوش ليه الطحين، كندي غير لقاء هكا لا العطريه ديال هاد الصفوف، مي الطحين ما كنديوش. وصافي هو كيخلط هادشي بالبالا مسكين، حتى هو بقى شاد معايا الخاطر. كنقول لي ما طحنوش بزاف، ما تقديوش بزاف. المهم هنا البنات دار زريعه الكتان بوحديتها هي الاولى، وإلان والنافع والاخر عاد غادي يطحنوا بوحديته. قال لي ما النافع هذا النافع وحبه حلاوه عاد غادي يديرهم بوحديتهم. صافي هنا غادي يطحن إلان وزريعه الكتان. هاد لا ماشين زوينه، دايره بشي 700 درهم البنات، سولت عليها، دايره بشي 700 درهم. ايوا صافي هادشي اللي كاين. ها هو كيطحن مسكين. سمحوا لي السطع ديال الكوزينه او ديال الدار، المهم ما تديوش عليهم، ما عليناش. ركزوا معايا غير انا. صافي هذا هو حبه حلاوه والنافع، طحنهم ليا بوحديتهم. الكوزه تخيلوا راه دار كلشي البنات خلطوه هو راسو. حتى جيت للدار انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش درت، باش ما يبقاوش ليا هذاك التكركيب وما يبقاش ليا هذاك، فهمتوا، هذاك يبقى هكاك معجن ولا شي حاجه. انا نوريكم واحد الطريقه ان شاء الله تبقاو معايا. كيجي ساهل وكيجي زوين، والصراحه هذا ما كيجيش فيه لا ليدام لا حتى شي حاجه، وحق الله. يعني الناس اللي ما بقاتش كتقدى على ليدام وهذا، راه من الاحسن ديروها الطريقه هذه ديال السفره، غادي تنفعكم ان شاء الله. ها هي كما قلت لكم قبيله. هذا الدري هذا مسكين كيتعاون، وحق الله بقى شاد معايا الخاطر. وكاسه الوالده كتنقول عليه عندك اوليدي طحنوا ليا تيولي بزاف، عندك اوليدي. انا البنات راه خليت الجنجلان، انا دابا نوريه لكم ان شاء الله. راه خليت الجنجلان في الدار، عاد غادي نخلطوا معاه هو شويه ديال اللوز. انا هو بدا كيتطحن. شوفوا كيفاش كتجي التعليقه البنات، كتجي خطيره وزوينه الصراحه. شوفوا هانتوما كتبان لكم كيفاش. هنا جيت للدار شديت هذاك البوصيار وهذاك الشيء اللي مكركب كنحكو هكا بداك البوصيار، وصافي كان باش يحيد هذوك سميتو ما يبقاوش، باش ما صافي ما يبقى لا تعلاك لا حتى شي حاجه. كيجي واعر والله، كيجي فن البنات. انا اختي كانت عاودو كنقولها كشدي ليا مزيان. المهم بقات لا انا وياها كتصورني. المهم التصوير والله تعالى بالبنات وحق الله. المهم ما عليناش، غادي نكمل بهذه الطريقه هذه حتى الاخر ان شاء الله. وغادي نزيد فيه الزنجلان. ها هو كما كتشوفوا زدت فيه الزنجلان تقريبا شي نص كيلو ديال الجنجلان اللي زدت فيه. هو كيبان، انا زوميت لكم باش تشوفوا. صافي خلطت هذاك الشيء كامل ومعكته مزيان، وخلطته معكت حتى ولا هو هذاك تتقاد ليا في سميتو. خليته ليله كامله بايت باش نشوف ما ربنا يكون محتاج شي حاجه ولا هذا. بالحق راه كما شفتوا الشكل الاخراني.
كيفاش جا. كيجي معلك وكيجي زوين. ايوا بالصحه والراحه. وهنا انا كنوريكم راه يلا مونطيت وداكشي وكنوريكم وريتكم في الاول تشوفوا حتى دابا كيفاش كيجي. التعليقه ديالته غزاله الصراحه. وكنتمنى ان لا فيديو يعجبكم وكنتمنى ان الطريقه ديال الصفوف ديالنا تعجبكم. وسمحوا لي على الصداع ديال الكوزينه وديال موالين الدار. راكم عارفين رمضان الفطور. ايوا بالصحه والراحه حتى نتوما ورمضان مبارك سعيد. وما تنساوش انكم تشجعوني بلي لايك وما تنساوش انكم تدعموا القناه ديالي باش تعمل فائده علينا كاملين وبشويه بشويه نتعاونوا مع بعضياتنا. وبالصحه والراحه فطوركم وتهلاو ليا في راسكم مع فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.